السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى معمولة أفران أو قرص بالسكر والقرفة، بجد جميلة جدا ومخدتش وقت. يا سلام عليها بقى في الفطار كده الأولاد أو في المدارس، الفطار للعشاء في أي وقت، جميلة جدا. هقولكوا كل الأسرار والتكات والبدائل لكل حاجة ازاي تطلع معاكي جميلة جدا، مقرمشة كده من بره وطرية من جوه، شايفين مفرغة ازاي من جوه جميلة. وأقولكوا كمان بدائل للناس اللي مش بتحب القرفة وبدائل لكل حاجة، وهنتكلم على أسرارها وتسويتها وازاي تقدري تخزنيها وتقعد معاكي فترة طويلة كمان. نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل أعمالنا صالحة خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل للناس منا شيء ولا الشيطان منها نصيب، وتقبل اللهم منا بقبول حسن. لو أول مرة تشوفي قناتي تشرفيني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. لو عجبك الفيديو بقى ما تنسينيش في اللايك والشير لأهلك وأصحابك وحبايبك، وتعليقي الجميل بيسعدني. وصفة النهاردة سهلة جدا، مش تاخد مننا وقت ولا تكلفة ولا أي حاجة خالص. يلا بينا نشوف مقاديرنا النهاردة وطريقتنا، يلا بينا. انا معايا كيلو من الدقيق، هنزل عليه بكيس من الخميره بتاعتي او معلقه كبيره او 10 جرام من الخميره، وهنزل كمان بمعلقتين كبار مليانين من السكر. ولو انت بتحبيها حلوه زياده هتزودي كمان معلقه او معلقتين سكر على حسب ما انت بتحبي، ما تخافيش. هنزل عليها بقى بخليط المواد الدهنيه بتاعتي، عباره عن كوبايه ونص من الزيت على زبده او زيت على سمنه زي ما انت عايزه. لو حابه تعمليها بالزيت بس اعمليها تطلع حلوه كمان، بس انا بحب اطعمها كده وادخل الزبده او السمنه مع الزيت عشان تخلي ليها ريحه وطعم حلوين كمان اكتر، بتزود التست بتاعها شويه. وطبعا زي ما قلت لك لو مش متاح عندك السمنه او الزبده، الزيت برده هتطلع حلوه، بس يا ريت يكون زيت نوعه كويس، ما يكونش الزيت بتاع التموين اللي ليه ريحه مش كويسه. هبتدي بقى ايه ابس كده زي ما بيقولوا، ابس مش هبس، هبتدي اقلب بس اغلف الدقيق بتاعي بالسمنه والزيت بتوعي دول، عشان ايه تبقى القرصه بتاعتي طعمها حلو كده، وتبقى ايه بتديها تيست حلو كده قريبه من القرص. قلبتها كده معايا، طبعا لو ما عندكيش عجان هتقلبيها بس بايديكي تقليبه كده، لو مجرد ان الايه الدقيق يشرب السمنه بتاعتي او الزيت. نزلت عليها بمعلقه من الفانيليا، وهنزل كمان بقى، ما حطيتش انا بقى حبيت ايه، كان عندي حبه لبن قريبين كده فقلت استخدمهم فيها. وزي ما قلت لكم ممكن برضه ولا تستخدمي سمنه ولا زبده ولا تستخدمي لبن رايب، بس انا حبيت ان انا اعزز القيمه بتاعتها لاولادنا. احنا مش بنحشي مخدات يا جماعه، احنا عايزين نعمل حاجه تكون فيها برضه فايده شويه لاولادنا. ففي ناس بيعملوها بالزيت وبيعملوها بالميه، بس انا مش حابه الموضوع ده، انا حابه اعمل حاجه فيها فايده لاولادنا. حطيت كوبايه من اللبن الرايب وحطيت معلقه من الملح، وابتدي اقلب الميه بقى اللي هبتدي اضيفها واحده واحده على حسب نوع الدقيق بتاعي واكتسابه السوائل. انا الدقيق اللي معايا ده خد معايا كوبايه وربع من الميه مع كوبايه اللبن الرايب بتاعتي. انت بقى الدقيق بتاعك حسب ما هتستخدمي، هتنزلي الاول كوبايه اللبن بتاعتك او كوبايه الزبادي بتاعتك او اللبن الرايب بتاعك. لو انت عايزه تضيفيها، عايزه تستخدمي ميه بس استخدمي، هتنزلي اول كوبايه وهتبتدي واحده واحده. ابتديت كده حطيت معلقه صغير من البيكنج باودر كمان، بتخديها هشاشان حلو قوي من جوه كده وفراغات. حطيت كده حبه ميه هي ايه دافين كده مكان اللبن، وابتدي انزل باول كوبايه، وبعد كده هجيب حبه ميه تانية جنبي عشان اشوفها محتاجه ميه تاني ولا لا، وحسب دقيق نوع كل دقيق بيكتسب السوائل ازاي. حسيت ان هي ماسكه معايا شويه كده، فجبت ربع كوبايه من الميه وزودتها معايا وقلبت ايه الدقيق العجينه بتاعتي. انا عايزه عجينه طريه معايا، مش عايزاها تكون قاسيه ولا تكون سايله قوي، تكون عجينه شايفين طريه معايا ازاي. العجينه دي بقى تديكي ايه القرصه بتاعتك تطلع حلوه كده من جوه وهشه، وفي نفس الوقت لما تيجي تقفليها على الحشوه بتاعتنا تتقفل معاكي بكل سهوله، والحشوه بتاعتنا ما تطلعش بره. هبتدي بقى ايه الم الدقيق بتاعي كده، العجينه بتاعتي خدت كل حاجه ما تسيبيش حاجه خالص فيها. قلبت كده بس العجينه بتاعتي وهبتدي احطها في طبق بتاعي. انا مش هتعب، انا مش عايزاها تخمر، انا المجرد ان انا بس هريح بس العجينه بتاعتي بس على ما اجهز الحشوه بتاعتي. زي ما انتم شايفين لميت بقى العجينه بتاعتي وابتدي اغطيها يا دوبك تستريح بس 5 دقايق او 10 دقايق على ما ايه ما تجهزي الحشوه بتاعتك. في الحشوه ما بتاخدش معانا وقت. دي معايا عن كوبايه من السكر العادي جدا، سكر الحبيبات. نزلت عليه نزلت عليها بمعلقه كبيره من دقيق السمولينا او دقيق السميد او دقيق البسبوسه، ونزلت بمعلقه كبيره من القرفه. طبعا لو مش حابه تحطي قرفه تقدري تحطي معلقه من الكاكاو لو انت عايزاها مش بتحبي القرفه. نزلت عليها بمعلقه من العسل الابيض، وممكن تقدري تحطي عسل الجلوكوز اللي هو عسل الحلويات او شربات لو مش متاح عندك العسل ده. ونزلت عليها كمان بمعلقه حلوه كده من السمنه او الزبده زي ما انت عايزه.
انا كانت صح معايا، فعشان كده زودت ايه، حطيت معلقتين كده منها. هبتدي اقلب الخليط بتاعي لحد ما انت شايفاه معايا كده. جبت معلقه كبيره من العسل الاسود ونزلت عليها بربع كوبايه من الميه. لو مش متاح عندك العسل الاسود تقدري تحطي معلقه كبيره من الميه، اسفه، معلقه كبيره من السكر على ربع كوبايه من الميه، وتقلبيها كويس جدا لحد ما السكر بتاعي يدوب. او ممكن تعملي ايه كمان، وممكن كمان تحطي معلقه كبيره من السكر مع السمسم وتستني على حكايه سايله، بس السوائل دي بيخلي السمسم يمسك فيها كويس ويدي لون حلو جميل معانا. العجينه ريحت معايا، شايفين ما خمرتش. هبتدي اقطع قطع صغيره، ممكن تقدري تقطعي بالطريقه دي، واسهل ليكي انك تجيبي معلقه كده زي معلقه كده، دي معلقه المعيار بتاعتي، او معلقه ايس كريم او اي معلقه خالص، وهقطع بيها عشان تخلي لي القرصات بتاعتي كلها حجم واحد. عايزه تقطعيها بايدك زي ما انت عايزه. انا عندي ميزان، بس انا مش بحب حكايه الميزان دي، ممله جدا يا جماعه. فاحنا عايزين ننجز بسرعه، ما نضيعش وقتنا، ونعمل الوصفه تكون سهله جدا وما تاخدش مننا وقت. بجد الوصفه هتقومي تعمليها دلوقتي ما خدتش مني وقت خالص، وسهله جدا في طريقتها وفي مكوناتها، والمكونات بتاعتها كلها سهله. مسكت المعلقه بتاعتي كده وقطعت بيها القطع بتاعتي بتاعت القرصه بتاعتي حسب الحجم اللي انت عايزاه. انا بصراحه ما بحبش الحجم الكبير، دي كان حجم وسط، وبعد كده رجعت كملت الباقي وعملته حجم اصغر كمان من دي. يعني ما مليتش المعلقه، خليت المعلقه اقل شويه. عايزه اقول لك ان ما شاء الله ان الكيلو دقيق ده عمل معايا 5 سجان. بسم الله ما شاء الله، 5 سجان من القرص. عمل كميه حلوه قوي. وزي ما قلت لكم تقدري تعملي نص الكميه، وانا هكتب لكم المقادير في اخر الفيديو بتاعنا على الشاشه، واقول لك ازاي تقدري تستخدمي بايه بمقادير نص الكميه بالظبط. اهم حاجه بقى في الفرايد بتاعي، انا عايزه حروف القرصايه دي، حروف العجينه دي تكون رفيعه جدا. الحروف اللي تكون رفيعه، ومش مهم ايه النص يكون تخين. ليه؟ لان جيتي لما بتحطي الحشوه بتاعتك وبتبتدي تلمي الحروف كده على بعضها، هتخلي السمك بتاعها تخين، يبقى نفس سوى السمك بتاع اللي هي من فوق. فتخلي القرصيه بتاعتي كلها حجم واحد، ما تبقاش حته مليانه كده عجينه وحته فيها حشوه وحته ما فيهاش حشوه، تبقى الحشوه من جوه فيها جميله. بصي سهله معايا، ما خدتش وقت خالص معايا ازاي، واقول لكم على طريقه كمان اسهل كمان في انك انت ازاي تفرديها كده وتحطي فيها الحشوه بطريقه سهله جدا. بس انا بعمل واحده واحده في الاول، عشان حبايبنا اللي لسه اول مره بقى يعملوا يخشوا المطبخ ويعملوا الحاجات دي ازاي يعرفوها معانا. زي ما انت شايفه، ممكن تخلصي الكميه كلها وتبتدي تجهزي ايه، تغملي التغطيه بتاعتنا. بحط في العسل، وبعد كده بغطسها في قلب السمسم بتاعي. اغطسها في العسل، تاخد بس وش كده منها عشان يمسك السمسم فيها، وتفضل معاكي كده. عايزه اقول لكم الطريقه دي بتخلي السمسم ما يقعش من على القرصه خالص. وطبعا انا قلت لكم كل البدايل، لو ما عندكيش عسل او مش حابه تعملي مواد سائله تقدري تعملي ايه معاكي. عايزه اقول لكم القرص كانت حلوه جدا، ريحتها كانت قلبه الدنيا بجد حرفيا، وطعمها كان حلو جدا جدا. من جوه مفرغه خالص كده وفاضيه، وطعم السكر فيها كان جميل جدا، مش باين فيها طعمها مسكر كده وحلو. وطبعا انت لو بتحبي كان سكرها كان خفيف شويه، لان انا بحب السكر خفيف انا واولادي. حابه بقى تشربيها مع الشاي، مع الشاي بلبن، فبتدي طعم حلو. لو انت حابه تبقى مسكره عن كده زي ما قلت لكم، حطي في العجينه زودي معلقه او معلقتين من الايه، من السكر. هبتدي ارص في السجان بتاعتي. انا طبعا ما خمرتهاش زي ما قلت لك. بصوا بقى الطريقه دي سهله جدا. حطيها في كف ايديكي واضغطي عليها. فاحنا كف ايدينا فيه فراغه، يعني في مكان ايه، فجوه في النص كده، فهتخليها تخينه، والحروف من بره هتبقى رفيعه. فهتبقى معاكي سهله جدا بقى من غير ما تفردي بايديكي او حاجه. بس عايزه اقول لكم العجينه طريه جدا، تشكيلها سهل جدا، وتقفيلها كمان سهل كمان، ما بتطلعش الحشوه بتاعتها خالص من جوه، لان العجينه بتاعتنا معجونه كويس وطريه معايا. زي ما انتم شايفين كده، رصيت في السجان بتاعتي. هنتكلم بقى على التسويه. الفرن بتاعي انا مش عايزاه يكون عالي، هندخل في فرن مسخن مسبقا. انا حباها على درجه حراره 160، عشان انا بحبها مقرمشه من بره، فتبقى ايه وتقعد معاكي كمان فتره اطول. لو القرصه لو القرصه اتسوت على نار عاليه، هتلاقيها مش هتقعد معاكي كتير من جوه، وتبقى لو قعدت معاكي يوم التاني هتلاقيها عامله زي الطوبه بالظبط وملهاش طعم خالص. فمحتاجه تسويه نار هاديه كده شويه، او فوق تحت متوسطه بسيطه كده، عشان تاخد تسويه حلو، عشان اولا تعيش معاكي وتدي اللون الحلو ده. لو فرنك ما فيهوش مروحه تقدري تشغلي الشوايه اخر 3 دقايق بالظبط، بتقعد معاكي 10 دقايق في قلب الفرن، وتطلع معاكي باللون الجميل ده. شايفه لونها حلو ازاي؟ وبصوا من جوه فاضيه ازاي وجميله مفرغه وطريه كده من جوه، مقرمشه من بره جميله. لو حباها تكون طريه، اول ما تطلع معاكي من الفرن غطيها، هتطلع معاكي طريه بالظبط زي بتاعه الافران. بس انا بحب فيها نسبه قرمشه بسيطه كده، وعشان تقعد معاكي فتره طويله فبسيبها ايه من غير ما اغطيها. وبعد ما تخلص تعبيها في علبه محكمه الغط، تقعد معاكي لحد ما تخلص وهي جميله جدا وزي الطازه بالظبط لحد اخر واحده.
ده طبعا كان اول دور منها، ده كان الصاجين الاولين. وبعد كده ما شاء الله الكميه عملت معايا 5 صيجان، بسم الله ما شاء الله. كان طعمها حلو جدا وجميله، ما خدتش وقت مننا. ولو في اي استفسار ليكي اكتبي لي في الكومنتات وانا ارد عليكم. يا اتمنى انكم تدعموني باللايك الجميل بتاعكم، ولو تعليق بحرف واحد بس عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن، وعشان قناتي كمان ما تتقفلش. وشكرا جدا لدعمكم، واشوفكم في فيديوهات تانية، واقول لكم استودعكم الله الذي لا يضيع امانته في رعايه الله وحفظه حبايبي. مع السلامه.